كل سنة وانتوا طيبين. أنا آلاء لايف كوتش، والنهاردة هقول لكم ازاي تستعدوا لرمضان. الناس في رمضان مختلفة شوية. في ناس ما بيفرقش معاها غير الاحتفالات والمسلسلات والايفنتس بتاعت رمضان، وفي ناس بتزود من عباداتها، بتزود من قراءة القرآن ومن الصلاة بس بشكل سطحي شوية. وفي ناس بتعيش رمضان بشكل هايل، بس مجرد ما رمضان بيخلص بيبقى كأنه مجاش. احنا بقى عايزين ايه؟ عايزين نستغل شهر رمضان ان هو يغير لنا كل حياتنا، نتغير فيه من جوانا بجد، ونغير علاقتنا بنفسنا وبربنا وبالدنيا من حوالينا، نزكي نفسنا ونشحن نفسنا 1,000,000%، نبني عادات جديدة تفضل مكملة معانا لحد بعد رمضان بكتير كمان. لما بنبني علاقة قوية مع ربنا بنكون حاسين بأمان واستسلام وسلام مش طبيعيين. لما بنبني علاقة صحية بكل الناس وبكل حاجة موجودة حوالينا بنقدر ان احنا نكون اهدى، واعيين اكتر، عندنا حكمة، ما بنتأثرش بكل حاجة بسهولة. طيب تعملي ايه علشان تقدري تحققي كل ده؟ تجيبي ورقة وقلم، تكتبي كل حاجة انت عايزة تغيريها جواكي، كل اهداف اللي انت عايزة توصلي لها، سواء في علاقتك بنفسك، علاقتك بربنا، علاقتك في الناس او المجتمع او المكان، البيئة اللي انت عايشة فيها. اكتبي كل اهدافك، وفي صفحة تانية اعملي خريطة تقدري انت تمشي عليها في شهر رمضان علشان تحققي الاهداف دي. العادات اللي انت عايزة تبنيها في رمضان وبعد رمضان كمان، جهزي الأذكار اللي هتحافظي عليها، جهزي الأدعية، حطي بلان لكل يوم هتعيشيه ازاي صح. ولو حابة حاجة تسهل عليكي كل ده، فاحنا عاملين منتج رقمي رهيب ممكن يساعدك في كل أهدافك لشهر رمضان إن شاء الله. هسيبلك لينك الواتساب في الديسكريبشن، ابعتلنا مسج وهنبعتلك كل التفاصيل اللي انت محتاجة تعرفيها. ربنا يحقق لنا كل أحلامنا وكل أهدافنا، ويقوينا ويساعدنا علشان نقدر نعبده بشكل صح، بشكل سليم، عشان نقدر نكون بني آدمين كويسين، نأثر في الدنيا، نعمر الأرض زي ما ربنا سبحانه وتعالى أمرنا. دوري على دورك فين، شوفي معنى حياتك ايه، وابدأي اسعي وامشي فيه. ما تخافيش خالص انك تاخدي خطوات. ولو احتاجتي اي مساعدة تقدري برضو تسألي على جلسات الكوتشنج، هتلاقي اللينك في الديسكريبشن بتاع الواتساب. ولو احتاجتي اي مساعدة، اي سؤال، تقدري تكتبيلي في الكومنت ونتناقش مع بعض. رمضان كريم.